صحباتي، اهلا بكم في يوم جديد ومغامره جديده. النهارده للاسف اخر يوم لينا في اسوان وكمان في مصر، لان امبارح بالليل قررت ان انا هحجز طياره على طول على دبي، لان كان المفروض في اتفاقيه مع اهلي ان احنا نقضي العيد سوا في دبي. فبعد حوالي 7 شهور من عدم زياره دبي، او اكتر كمان من 7 شهور، النهارده مسافرين من اسوان الى القاهره وترانزيت سريع وبعدين الى دبي. فهنضطر ان احنا نودع مصرنا الحبيبه، بالتحديد اسوان اللي اخر 3 ايام قضيناهم فيها. الصراحه ما في اجمل من النهايه في مكان زي اللي انتوا شايفينه ده. المهم احنا متاخرين دلوقتي، فاصور لكم البروسيس يعني واحنا بنحاول ان احنا نلحق الطياره. يلا بينا. عايزك تلخص وقتنا في اسوان في 3 كلمات او كلمه واحده. يعني ممكن كلمة واحدة من 3 حروف. ايه هي بقى؟ عايز انام. حصل موقف امبارح خلانا ان احنا مضطرين ان احنا نغير فنادق من السوفيتيل اللي كنا قاعدين فيه، اللي هو السوفيتيل اولد كاتاراك، للموفن بيك. فجينا قعدنا في الموفن بيك اخر ليله، هو بالتحديد اخر 5 ساعات. ودلوقتي خلاص هنركب المعديه نروح الناحيه التانية، ومن الناحيه التانية ناخد تاكسي على المطار. سيو اسوان. ابو حميد جه النهارده ياخدنا. كنت متخيل ان هيبقى في تاكسي مستنينا، ولكن طلع اللي احسن من التاكسي كمان. ابو حميد حبيبنا، عارف ان انا ما صورتوش اخر كام يوم، ولكن ده ابو حميد هنا زي ما تقولوا كده صديقنا وحبيبنا في اسوان. تعب معانا في كام مشوار الفتره اللي فاتت. صحابي وصحباتي اهلا بيكم. محرم نايمان على الاخر زي ما انتم شايفين. المفروض ان احنا دلوقتي كلنا هنركب نفس الطياره نروح بيها القاهره، بعدين هودع انا كل حد هناك، هفضل في مطار القاهره واخد طياره تانية واطلع على دبي. طبعا متضايق ان انا ماشي من مصر، لان ما لحقتش ان انا اقعد في مصر كتير، يعني يا دوبك بقالي 5 ايام بس. 5 ايام زي ما تقولوا كده ايه، فول اوف اكشن. كل يوم كنا بنعمل حاجه جديده، كل يوم كنا في مكان مختلف. واتعرفت على طبعا نويل وجوني وبقيه الشله اللي احنا كنا معاها دي، فكانوا كام يوم الصراحه جمال. فحاسس ان انا عملت فاميلي جديده. دلوقتي هنمشي من مطار اسوان زي ما انتم شايفين ورايا. المحافظه مجهزه وداع لنويل، لان نويل خلاص شويه وهيوصل، فهيودعوه يعني. والصراحه بعد ما قضينا 3 ايام هنا في اسوان، حاسس ان يعني فور شور دلوقتي متاكد ان اسوان بالنسبه لي احلى مكان في مصر. يعني لما يكون الواحد عايز كده يريح وعايز استجمام يجي اسوان، لان الدنيا هنا هاديه زي ما انتم شايفين. بصوا الدنيا فاضيه كومبيرد بقى لو احنا كنا في مطار القاهره، كانت هتكون هنا الدنيا مليانه ودوشه والكلام ده كله. فاسوان توب ديستنيشن لاي حد عايز يعني يستجم في مصر. فبكده نودع اسواننا الحبيبه. هتوحشيني يا حبيبتي، واراك يا اسوان قريبا. نوال وصل اهو. نوال طبعا صاحي مقرف. موضوع متعب جدا يا جماعه برضه. يعني انا بشوف نوال تقريبا طول اليوم بيكون خلاص تعبان جدا وعايز ينام، ولكن بيوصل مثلا الفندق لما يلاقي ناس بترقص ومستنياه، فبيضطر ان هو يرقص معاهم برضه. نفس الكلام في المطار. يعني هو دلوقتي غالبا صاحي مقرف، وصل المطار لقى حفله، فمضطر ان هو يعني على الاقل يضحك ويبين ان هو مبسوط. ولكن اوقات كتيره بيكون اصلا من جواه يعني اللي هو خلاص بقى مش طايق نفسه، ويلاقي ناس بترقص فبيضطر ان هو ينسجم معاهم. شغلانه متعبه برضه. طبعا مفيش مكان نويل بيروحوا هنا في مصر ما بيشغلش الاغنيه اللي انتوا سامعينها دي. معرفش هو ازاي بقاله 3 سنين بيرقص على نفس الاغنيه، يعني من غير ما يزهق او يكره الاغنيه. يعني انا بسمع اغنيه اسبوع اسبوعين وخلاص بكون مش طايق ان انا اسمعها تاني. فمتخيلين ان انتوا تبقوا سافروا حوالين العالم ويبقى الاغنيه دي على طول شغاله في كل حته. حاجه متعبه برضه. احنا دلوقتي في قاعه كبار الزوار هنا في اسوان، في مطار اسوان. زي ما انتم شايفين يعني قاعه شيك الى حد ما. والفيديو بتاع نويل اول ما وصل هو موجود على التلفزيون اوريدي، وبقيه الفيديوهات بقى اللي صورها هنا في اسوان كلها موجوده على الشاشه هنا. تصوير بقى ورقص والكلام ده كله قبل ما نرجع الى القاهره الحبيبه. دلوقتي المفروض ان انا حطيت الشنطه بتاعتي في التشيك ان، والمفروض ان انا عشان رايح دبي يعني هعمل ترانزيت في القاهره، ومن القاهره اروح دبي. المفروض ان انا خلاص هسيب الشنطه واستلمها بقى في دبي.
ولكن مش عارف ليه حاسس ان ممكن الشنطه تضيع بين الحته اللي هي اسوان والقاهره ودبي. مش عارف ليه، لكن حاسس ان انا عشان هوصل دوميستيك وبعدين هسافر انترناشونال هيحصل حاجه يعني للشنطه في النص. فاتمنى لا، لو حصل حاجه على الاقل اقدر اقول لكم شفتوا انا كنت حاسس. ف دي فريال، معرفش عرفتكم عليها قبل كده ولا لا، ولكن فريال المفروض ده هي صاحبه الايجنسي اللي بتسفر نوال المناطق المختلفه حوالين العالم. يعني لما يكون جاي مصر هي اللي بتحجز له الطيران والحاجات دي كلها. What did you think of Egypt? Honestly, I love it. I love Egypt. Okay, and without the camera? I really love it. فريال من الجزائر، هي بتفهمنا لما احنا نقعد نتكلم، ولكن ما بتتكلمش معانا بالعربي. Only French and English. I'm Algerian. It's not the same. كيفاش؟ كيفاش وش رايك؟ لاباس. راني نسيت الباسبور في الأوتيل. Yes. دي الجملة طبعا الشهيرة اللي كنا بنقولها في الفيديو بتاع الجزائر من كام سنة. زكريا طبعا مش محتاج انترودكشن، اكيد ظهرت معايا ايام الكوفيد يعني في تقريبا كل الفلوج. هاي سيف ترافلز. ايه رايكم في الشغل الجامد؟ ما شاء الله زكريا ساعدنا المره دي جدا ان احنا نرتب تقريبا معظم الحاجات دي. يعني هو زميلي من ايام الطفوله، ولكن ما كنتش اعرف ان هو كيبل ان هو يعمل الهليله دي كلها. يعني انا ما كنتش موجود في مصر، فكلمت زكريا، هو الصراحه قام بالواجب كله، هو اللي رتب معظم الحاجات اللي انتوا شفتوها يعني اول كام يوم دول. فبرضه رساله تقدير لسيف زكريا صديقنا، وكل بقى التيم محرم ومومو والناس اللي كلها يعني قامت بالواجب. فحاجه حلوه يعني، بدانا ان احنا نعمل زي ما تقولوا كده تيم كبير وتيم اوف ناس نقدر ان احنا نثق فيهم يعني. بس خليني افرجكم سريعا على بقيه القاعه. What did you think of our time together, bro? What did you say? What did you think of our time together? Man, it was amazing. You don't have to flatter me too much. You can be honest. I'm honest. It was amazing. You're an amazing guy. Great guy, guys. Love Johnny is literally my newest brother from another mother. brother from another mother. Exactly. You already know. We're gonna be meeting in Munich, I hope. Yes, He lives just 4 hours away. عايش 4 ساعات بعيد عني، يعني من براغ لميونخ، حاجة بسيطة. فإن شاء الله يبقى لما يجي لنا فرصة أروح له من براغ لميونخ ونقضي شوية وقت سوا أنا وجوني، ولو نويل موجود برضو تمام. ولكن الصراحة جوني هو ال behind the scenes مع نويل طول الوقت. بيصعب عليا ساعات، لأن يعني ساعات بحسه متقدر كده وتعبان مثلا، ولكن هو مستني نويل يخلص تصوير يعني كصديقه، أقرب صديق لي، صديق وافي زي ما تقول. بصوا لما بتطلعوا بقى من صالة كبار الزوار تخشوا على راجل طيوب زي ده بأتوبيس جميل زي ده، محرم بيكون مستنيكوا فيه، وبالأتوبيس ده نطلع على طول على الطائرة. Pretty VIP, huh? Pretty, bro. Does it get too much for you sometimes? You just want to get on the flight, but then you have to just dance for people? Sometimes, of course, bro, but it's not a big problem, bro. Sometimes you just want to fly and just dance, you know? That's like sometimes you wake up and you're like, damn, I just want to be like sleeping on a flight, and then you get like a party like that waiting for you. But it was good, I swear it was good. Yeah, it was nice, man. The party was so good. What do you think of Aswan, like overall? Bro, I think Aswan is amazing, bro. It's such a nice vibe. I don't even want to leave, bro, today, you know? It's pretty different than Cairo. It's so different. It's like not like really another country, but like almost, I swear. Yeah, it's like it's unique culture, everything. هنا ده الرئيس بيركب من هنا. Only presidents leave this exit, and Noel is the only president. Only president leave this exit? Yeah, so Noel is the only guy who's not a president who's left from this exit. Oh, Egypt is crazy, bro. Yes. He's almost as famous as Sif Zakaria, man. Almost, bro. Give me a shout out. Give me a shout out. I don't tag people. Sorry. Oh, sorry. Okay. I need a shout out, bro. Bro, please, I don't like this. Okay. Bro, I want some Egyptian followers and everything, please. Bro. Send me on DMs and I'll see you. Okay. Yeah, that's what you say to me. Yeah, just send me on the DM. Bro, she said the first day the dentist, bro. She was there. She waited for the moment when nobody talked to me. She came. Can you post our picture in your story? Can you post? I said, just send me a DM and I will. And we found her on this DMs. We found her on this DMs. So annoying. Don't worry. Officially نودع أسوان الجميلة ونطلع بقى على الطيارة. كفاية قوي وداع، ونطلع بقى دلوقتي على الطيارة اللي هتاخدنا على القاهرة على طول. بصوا يا جماعة، Johnny is scared. I was sitting in the back in seat number 34. This is 23.
وكنت قاعد براحتي ورا، قالوا لي اطلع قدام عشان جوني محتاجك جنبه لانه بيخاف من الطيران. I didn't know you were that much of a pussy. I knew you were a pussy but not that much. Wait, hold on. I'm a strong man, but, you know, but sometimes, you know, You men look can like a have- strong man, bro, You know, but you better act like it. But you know, sometimes men are scared, bro. That's like a subject that we Yeah, have to you don't discuss get about, everything you in know? life, you know. Yeah. You get fame, you get money, but you're still scared on the flight, you know. And how See the Giza pyramids, how bro? do you like? Bro, over there. Look, bro. You see the main one? واحنا طايرين دلوقتي فوق تقريبا شفنا 3/4 اهرامات مصر. شفنا اهرامات دهشور واهرامات سقارة واهرامات ابوسير، ودلوقتي شايفين اهرامات الجيزة. ف you saw all the pyramids, bro, just on one flight. Yes. For real? You didn't know there was 118 pyramids in Egypt, huh? Man. So you saw today Saqqara, Dahshur, and now the Giza pyramids. Damn, you made it safely, bro. You survived. نوال غالبا نايم وجوني وصل. لسه دلوقتي نوال كان بيصور فيديو اللي هو اول ما وصل القاهره، فبيسال الست ابص في انهي كاميرا، فقالت له بوث، فوقف عمال يعمل كده. لا يعني هو عاده شخص كوميدي، يعني لما تعرفوه شخصيا شخص كوميدي جدا، بيحب يهزر ويحب ياخد الدنيا لايت يعني. وما اعرفش ليه ساعات بيبقى فيه هيت كومنتس من المصريين، ولكن هو الراجل بسيط جدا، ويعني هو بس مجرد عايز يتبسط ويبسط الناس ويفرج الناس على مصر. ف يا ريت للناس اللي هتشوف البوست بتاعته في الفيوتشر يعني حاولوا ان انتوا تقللوا الهيت كومنتس دي شويه. خلاص دي بالنسبه لي اخر مره اشوف فيها محرم until who knows when، فنودعه. ميرسي والله يا برو. محرم كان يعني زي ما تقولوا كده الكي اللي احنا كنا محتاجينه عشان نوال يتبسط في مصر. افتكروا الراجل ده يا جماعه عشان هتشوفوه كتير الفتره الجايه لما نبدا ان احنا نسخن في الشغل اكتر. حبيبي يا برو. See you soon. Take care and safe travels. And the beast exits from the Cairo airport. Where's the car? آخر لحظات مع جوني وفريال ونوال زكريا. Yeah, it's okay, bro. Oi, oi, listen here, bruv. Talk to me in Cameroonian. Cameroonian. Do I have to talk to you in Cameroonian? Why? Huh? Are you my father? No. Are you my mother? Fucking bloody English, mate. Friel, are you gonna miss me or not that much? Just a little. A lot? Damn, I'm so flattered. نسلم دلوقتي على الشلة كلها ونطلع دلوقتي على المطار بتاعنا ونطلع إلى دبي. باي فريال. Goodbye ميار. I'll miss you. He's going to Dubai, man. It's the moment of truth, bro. Don't cry. I know it's emotional, but you can do it, bro. Stay strong. Stay strong. I go now. Bro, same man. Where are you there? Like the next I'll go July, to Dubai. right? July. In July I'll be probably back in Prague, but I can come if you really need me. Like with you here, I can come. Alright, we'll see. But I We'll will stay- be sending you we'll stay in ideas, contact, bro. We'll stay in contact, I'll be bro. sending you ideas. I'll be helping you Okay, plan your perfect, time here because probably these guys won't be here, so I'll help you out. Thank you so much. Love you, man. Honestly, Love you, bro. I you are swear. really my bro, man. I mean it. Salam ya bro. توحشين. وكده اوفيشلي ودعنا كل حد كان معانا اخر كام يوم، وطالعين دلوقتي لمكان السفر الدولي. احنا معرفش الصراحه هيخلوني ان انا اخش بما اني اوريدي معايا التشيك ان والبوردنج باس، فمعرفش انا ماشي صح ولا غلط، لان اظن كان لازم ان انا اغير جوه المطار من غير ما اطلع بره، ولكن هنشوف. هنعرف دلوقتي. المطار يعتبر الى حد ما فاضي النهارده، ما هواش زحمه قوي، فنخش وجوه بقى غالبا لما اقعد كده وانتخ نكمل فلوجنا الجميل. هما اي نعم ايجيبت اير بيدوا اكل على الطيران، ولكن انا الصراحه جعان جدا، يعني ما لحقتش ان انا افطر النهارده الصبح، فقلت لازم اديها وجبه برجر كينج سريعه، ولما اركب الطياره دي قصه ثانيه بقى، نبقى ناكل ساعتها، ولكن فور ناو ميت من الجوع، فخلينا ناكل وجبتنا الجميله. دبل ووبر، شويه بطاطس، ازازه ميه وشويه كولا،
ونطلع بعدها على الجيت، لان الظاهر ان انا متاخر كالعاده. معرفش ليه، ولكن عمري ما بحب ان انا اركب الاتوبيس الاولاني اللي هو بيوصل الطياره. بحب ان انا اقعد في الجيت كده لحد ما يفضى تماما، وبعدين ابقى اخر واحد يطلع على الطياره. وساعات بندم على الموضوع ده لان ما بلاقيش مكان احط فيه شنطتي، ولكن حلو كده بقعد اتسلى في الجيت لحد ما الناس كلها تركبها، بعدين نخش. السلام عليكم. ازيك؟ واخيرا وبعد حوالي 9 شهور تقريبا ما جيتش فيهم دبي، ادينا وصلنا الى مطار DXB. معرفش اللي بيسموها DXB، اظن DUB متاخده من دبلن اللي في ايرلندا، فعشان كده كانوا مضطرين ان هم ياخدوا 3 حروف تانية فبقت DXB. والقاهره معروفه طبعا CAI وهكذا، ولكن DUB بما انها كانت متاخده فهم رسوا على DXB. المفروض دلوقتي هنركب مونوريل سريعا يوصلنا الى جزء تاني من المطار، ومنه بقى نطلع وناخد الشنط والكلام ده كله. على الله تكون شنطتي ما ضاعتش، لان انا لسه مقلق من الموضوع ده. وكده اوفيشلي عدينا الجوازات، فاقدر اقول لكم اخيرا ويلكم تو دبي. نروح نجيب شنطتنا، وغالبا هروح اقابل ابويا في العياده بتاعته يعني، لان هو مش في البيت وهو متفاجئ ان انا اصلا في دبي، لان انا يا دوبك حجزت الطياره النهارده الصبح، فهو ما كانش عامل حسابه يعني، فقال لي تعالى لي على العياده واحنا هنروح سوا، فغالبا ده اللي هيحصل دلوقتي. بصوا يا جماعه، دي السمارت جيتس للناس اللي هي عايشه اوريدي في الامارات وعندهم الريزيدنسي كارد. زمان انا كان مسموح لي ان انا اعمل الموضوع ده، لان كان عندي الريزيدنسي هنا في دبي. على طول بتخشوا على الجيت تعملوا سكان الكارت بتاعكم ده وبتخشوا على طول بالالكترونيك جيت، يعني مش محتاج حد ان هو يشوفكم فيزيكلي بقى ويبص لكم من تحت لفوق ويبصوا في الكاميرا والحاجات دي كلها. على طول بالجيت. يعني انا لما باجي اخش اوروبا دلوقتي بخش بنفس الفكره، بحط الباسبور يتعمل له سكان وابص في كاميرا كده سريعا وبعدين اخش على طول. طبعا لما بتكونوا جايين اميريتس ايرلاينز بتوصلوا في مطار تاني خالص، مطار بتقنيه اعلى بكتير، ولكن المطار ده كان زمان هو بتاع اميريتس. يعني انا لما كنت باجي هنا كطفل كان هو ده المطار الرئيسي، دلوقتي بقى ده المطار السكندري اللي هو بتاع الطيرانات بقى، مصر الطيران والشركات التانية. وفلاي اميريتس بتوصل في مطار كنت مصوره لكم انا من حوالي 2 قبل ما نروح لوس انجلس، اللي هو فيديو اسمه اطول رحله في حياتي، وكنا يومها صورنا فيديو مكثف شويه عن مطار دبي الجديد. ولكن النهارده هنكتفي بالمطار اللي احنا شايفينه ورانا. مطار حلو برضه، يعني انا بالنسبه لي المطار الحلو هو المطار اللي فيه فري واي فاي، وهنا الواي فاي ما شاء الله تمام. دلوقتي زي ما بيقولوا كده the moment of truth، نشوف لو الشنطه اللي احنا سبناها في اسوان هتكون وصلت ولا لا. يعني مش عارف، انا قلقان ان تكون ضاعت في النص، ولكن ندعي ان الشنطه نلاقيها، عشان لو مش موجوده هضطر ان انا اقعد يومين بقى بنفس اللبس وانزل اشتري لبس مخصوص والكلام ده كله. فاي هوب ان هي تكون وصلت. هنشوف دلوقتي ايجيبت اير عملت شغلها صح ولا خيشت. لا ظلمناهم يا جماعه وعملنا assumptions مش صحيحه، ولكن لاحظت ان هم كانوا حاطين تيكت هنا دوميستيك تو انترناشونال، فالظاهر ان هو الموضوع حصل فيه غلطات قبل كده كتير، بقى يحطوا التيكت الصفرا دي بحيث ان اللي بيشيل الشنطه يعرف على طول ان هي مستعجله ورايحه من مكان يعني زي ما تقولوا كده محلي لطياره انترناشونال. فحلو، عمل شغل تمام. اشكرك يا ماي، اشكرك لسه كنت بقول اشكرك يا ماي ايجيبت، اشكرك يا ايجيبت اير على شنطتي الجميله، وان انت وفرتي عليا يعني مش بس فلوس، وقت كمان. فنطلع دلوقتي ونستمتع بقى كام يوم بدبي الجميله، اللي هي كانت لفتره كبيره من حياتي دار من الديار اللي انا عشت فيهم. دلوقتي ابويا لسه مكلمني بيقول لي انا خلصت شغل، تحبني اعدي عليك؟ فقلت لسه على ما يجي بقى فيها نص ساعه، فاسهل ان احنا نروح نتقابل في البيت وخلاص. فانا هاخد دلوقتي تاكسي وهو هيروح من العياده على البيت، وفي البيت بقى نتقابل ونحضن بعض ونبوس بعض والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. فدلوقتي غيرنا البلان، بدل ما كنا نروح العياده هنروح البيت. The lakes, yes. احلى حاجه في التكاسي هنا في دبي ان الدنيا واسعه جدا. يعني بصوا قدامي مثلا ممكن اقعد اريح رجلي كده، لو معايا شنط كتير عادي في مساحه ورا، وفي كرسي قدام لو انا يعني لسه معايا اشخاص وعايزين يركبوا. فالصراحه حجم اكتر من اللي انا كنت محتاجه، ولكن حلو برضو الواحد يقعد كده ينتخ على ما يوصل البيت عشان ينتخ تاني.
ونستمتع بفيو دبي اللي هو بيفاجئني كل مره. يعني انا ممكن اكون كنت هنا من اقل من سنه، ولكن طول ما انا ماشي عمال اشوف حاجات جديده، والكلام ده بقاله 20 سنه من ساعه ما جيت هنا اول مره تقريبا. كل ما اجي الاقي حاجات جديده 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 على طول. يعني صراحه بلد تستحق كل الهايب اللي بدا يحصل عليها، واتوقع ان لسه في كمان وكمان. ف بلد جميل. يعني بص ده مثلا فريم دبي الجديد ده، مش جديد قوي خلاص بقاله 4 سنين، فيعتبر بالنسبه لهم حاجه قديمه يعني، ولكن جميل برضه. خليني افرجكم اول عماره سكننا فيها لما جينا دبي، وهي دي بالتحديد في الدور العاشر اتوقع. المبنى لسه زي ما هو، ولكن حواليه بقى كل المباني اتغيرت. فدلوقتي يعني بقى منظر زي ما انتم شايفين كله مباني جديده، وكان مبنى قديم. احنا كنا ايام بقى ما كان في 10 مباني في الشيخ زايد ده كله، فبقى لنا فتره برضه في دبي. ابويا واقف مستنيني بره على باب البيت، هنفاجئه دلوقتي بالتاكسي. ازيك؟ تمام يا حبيبي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو بوس. باي باي. اوف لسه ما بقاليش دقيقه بره العربيه اوريدي مبلول. يعني بصوا النضاره مشبره على الاخر، الجو حر. عمر احنا رايحين فين كده؟ طيب جولف. هنعمل ايه؟ هقطعك في الجولف؟ انا هقطع شعرك في الجولف. انا وعمر عاملين بيت، قلت له لو انت كسبتني في رياضه واحده بس هعتبرك كسبتني في كل الرياضات. فانت ايه الرياضه اللي اخترتها بقى في الاخر؟ سوينج. السباحه؟ متخيل ان انت هتسبقني في السباحه؟ You can't even ده انا لو عمت نص السبيد بس فرق الطول هيخليني اكسبك. swim this. Well, you're like 6 feet. خلاص يعني If هنعمل you do this, you're gonna hit the. يعني هنعمل فيديو وانا وانت بنسابق ونشوف مين اللي هيكسب. on. Settle it once and for all. ارقص. How about this? Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría que está buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Yeah, that's right. Making drinks. متخيلين يا جماعه نطلع من المطار على البيت يا دوبك نغير ونيجي نلعب جولف راندم جدا. خش الو. الويتنج تايم قد ايه؟ 1 or 2 hours. That's what you get for living نلعب in جولف Dubai. المفروض نستنى ساعة أو ساعتين على ما واحدة من دول تفضى ونقدر إن إحنا نلعب فيها. يعني مجرد إن إحنا نشوت الكور في المنطقة دي. هو بس كده بتشوت وما في بوينتس أو أي حاجة. كورة فيها تشيب، حسب انت بتضربها فين بتطلع، وبعدين تبين لك هنا وصلت لفين. دي كرة البنت اللي هي لسه لعبها دي. وهي خدت البتاع وخدت بص دي 151 بوينتس، ودي ادي من هنا. وبعدين هنا كل واحد بيشوف بقى عايزها شورت ولا عايزها فار. أنا كنت فاكر إن هم بيضربوا كده وخلاص. لا بيضربوا وبيرشنوا على الحاجات دي كلها، وبعدين بيطلع لكل واحد فيهم عدد بوينتس. النهارده ladies night. عشان كده زحمة. Ladies night every Monday 6 p.m. to 11 p.m. That's why زحمة. قلت ايه هتقطعني في بادل؟ عارف بقى ان انا عمري ما جربت بادل، بس زي كده؟ واثق اني هقطعك فيها. I'm gonna shave your head. لسه قدامنا شويه على الجولف، وقلنا نيجي نلعب شويه بادل على ما مكان الجولف يفضى شويه، لان النهارده زحمه شويه اخر يوم ليديز نايت بالظبط كده. فنلعب شويه بادل اول مره في حياتي، متخيلين؟ ولكن انا كمان متاكد ان انا مش هبقى سيء، لان هي شبه السكواش والتنس وانا كويس في الاثنين. ولكن عمر دلوقتي يا عيني هيتقطع، انا دي اول مره هلعب وانا اول مره هلعب. دي اكبر مشكله بالنسبه لي في دبي، كل ما نطلع من اندورز النضاره تعمل زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، انا عاده مش شخص بيعرق، ولكن النهارده بما اننا في دبي، بصوا التيشيرت بتاعتي احنا ما كملناش حتى نص ساعه لعب، التيشيرت اوريدي بتشر، يعني اقدر اعصرها هيطلع منها ميه. دلوقتي المفروض ان احنا هنلعب توب جولف. توب جولف دي فكرتها ان هو مثلا في كل دور هنا في 33 غرفه و3 ادوار، بتقفوا فوق ويبقى في زي ما تقولوا كده تارجتس معينه تشوتوا فيها الكوره. يعني خليني افرجكم، يعني ادي تارجت تانية، تارجت تالتة، والفكره كلها ان انتوا تجمعوا نقط. يعني مثلا لما يجي دوركم تروحوا لاعبين الجولف، لو وصلت بعيد تاخدوا نقط اكتر، لو وصلت قريب تاخدوا نقط اقل، وهكذا. بتبقى عامله زي البولينج كده، النقط تفضل ان هي تعد وفي الاخر تشوفوا مين اللي كسب بينكم.
فاحنا المفروض دلوقتي عندنا غرفه محجوزه في الدور الثاني، هنطلع نلعب منها. المفروض ان كل ما بتعلوا دور كل ما الموضوع بيبقى اسهل، لان في الدور الارضي محتاجين ان انتوا تضربوا اجمد عشان الكوره تروح ابعد وهكذا. فلعبه الصراحه بشوفها على الانستجرام عند اصحابي بقالي فتره كبيره، ولكن عمري ما جربتها. فحلو النهارده اول يوم في دبي، جربنا رياضتين مختلفتين واول مره اجربهم. فالبادل تنس كده اقدر اوفيشن ان انا اقول اني جربته ومش وحش خالص فيه، يعني حاسس ان هو، لان انا بلعب سكواش تقريبا 3-4 مرات في الاسبوع، وهو شبيه جدا بالسكواش زائد شويه تنس يعني. اما الجولف هنخش نشوف دلوقتي، ولكن لو حد فيكم في الامارات او في تشيك ونفسه يلعب بادل، اظن دلوقتي عندي الجرأه ان انا اقول اني جاهز العبكم. First shot for a safe in Top Golf Dubai. Nice posture. I mean, this is the first round for safe in Top Golf Dubai. 2 shots for each round. Nice posture. Like your posture. Don't choke. Safe, you got this. عملت كاميرا. صور اوبا. خلاص كده انا فهمت اللعبه، هجيبكم بقى دلوقتي. يلا ورينا يا فنان. خلاص انا كده كنت محتاج 3 كور عشان ابدا افهم اللعبه، فاول 3 كور كانوا سيئين، رابع واحده خلاص كانت توب. حلوه بس مش واو. Remember when you used to dance to the song and girls dance? لا بص، رجعها ورا، وقف عند الكوره. بص على الكوره، انت بعيد شويه برضه، قرب. بصوا الفكره كلها ان بينزل لكم الكوره، حطوها على البتاعه دي وتقفوا ورا الخط الاحمر عشان ما حدش يعوركم، وتحاولوا تنشروا في واحده من دول. كل ما بعدتوا اكتر كل ما النقط زادت. بيعملوا لكم هنا ريبلاي سريع بحيث ان انتوا تشوفوا الكوره بتاعتكم وصلت فين، لان كل كوره جواها تشيب، فالتشيب دي بيعرفوا على اساسها الكوره وصلت فين. وتحت في عربيات بتلم في الكور. يلا يا عمر. كفته كفتاجي. عندي واحدة ولا لا؟ قول ان دي كفته، اعترف ان دي كفته. اعترف ان دي كفته. اعترف ان دي كانت كفته. بس انت عارف الزلزالات من الاول؟ المفروض ان انا دلوقتي في المركز الثالث اولموست يعني. انت قلت انا كسبت واحدة من لا بس دي ما تحسبش، دي ما تحسبش يا حبيبي، ما تحسبش. لازم العب ضدك 1 on 1. واحد 3. وبعدين انت ما كسبتش، انت في المركز الثاني. لازم الواحد يعترف برضه بالخساره ويحسن من نفسه. فالنهارده اعترف ان الجولف مش اقوى رياضه عندي لسه. جاتشا. يا لهوي انت كبرتي كده ليه؟ Damn, you're a young lady. Why are you sweating? We were playing golf and paddle. And who destroyed you in paddle? Me. Show me. Show me. I want to see your abs. What abs? خديجة. Facing you. خديجة عايزك تعرفي نفسك سريعا على الفلوج، لانك اظن ما ظهرتيش من ساعة ما كنتي كتكوتة. خديجة. Yeah. يلا introduction سريع بالعربي. My name is Khadija. خديجة. خديجة يا جماعة اختي الصغنونة الكتكوتة اللي ما بقتش صغنونة كتكوتة. اوكي، عندي كام سنة؟ عرفي نفسك. 14. ماشي. وعايزة تروح تعمل سكينج بكرة. لان فاكرة ان هي عندها تشانس ان هي تكاتشب بيا يعني. I'm too good. يا سلام. W. بكرة طب نصور الفيديو ونشوف لو ده كلام ولا زي عمر كده لما قال هيكسبني ويبهدلني. No, Omar, he tried skiing. He literally hit this one person. He got kicked out. It's bad time. خلاص هي خديجة وعمر بيحبوا ان هم يناموا بدري، او هم في رول ان هم لازم يناموا بدري، فنودع خديجة وانزل انا غالبا اخد لي غطس كده سريع في البيسين. Good night. You wanna end the vlog?
Yeah. يوم طويل، يوم مرهق. كالعادة استنونا بعد كام يوم في فلوج جديد ومغامرة جديدة. Until then take care and ما تعرفيش الجملة؟ See you later. لا. Take care and safe travels. Safe travels. ايوه بعدين حط ايدك. يلا كالعادة استنونا بعد كام يوم في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then take care. Safe travels.